السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشاهد بث مباشر لمباراة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر. لكن في البداية أتمنى من كل حد لسه مشتركش في القناة إنه يشترك ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يلتقي فريق النادي الأهلي مع فريق طلائع الجيش في 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت مكة المكرمة على استاد برج العرب في نهائي مصر، نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش. سوف نذيعه بث مباشر، لكن هنحط الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو، رابط البث المباشر، رابط HD، رابط بدون تقطيع، رابط بكل الجودات لكل السرعات. إن شاء الله هتكون مباراة في غاية القوة، في غاية المتعة، في غاية الجمال. النادي الأهلي يريد أن يحرز الثلاثية التاريخية بعد إحرازه للقب دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الزمالك بعد غياب 7 سنوات، وإحرازه لقب الدوري المصري للمرة الخامسة على التوالي و42 في تاريخه. أما طلائع الجيش فيسعى لتحقيق المفاجأة وتحقيق اللقب الأول في تاريخه. النادي الأهلي يريد أن يحقق لقب الثلاثية، ومن ثم لديه مباراتان بعد ذلك، وهي مباراة لقب السوبر المصري ولقب السوبر الإفريقي، ويستطيع أن يحقق خماسية تاريخية لم يتمكن من تحقيقها من قبل. طلائع الجيش في مواجهة الأهلي، موسيماني المدير الفني للأهلي في مواجهة طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش. خبرات وتاريخ النادي الأهلي في مواجهة تطلعات وطموحات لاعبي طلائع الجيش. إن شاء الله بإذن الله سوف نشاهد مباراة ممتعة، كل فريق لديه الدوافع، كل الفريق لديه الإمكانيات لتحقيق نتيجة إيجابية. طلائع الجيش وصل إلى هذه المباراة عن طريق إخراج نادي الزمالك ونادي بيراميدز بالتوالي. إن شاء الله بإذن الله هنشوف مباراة قوية. الأهلي يستطيع، طلائع الجيش يستطيع، طارق العشري يستطيع، موسيماني يستطيع. مباراة قوية من الطرفين بإذن الله، هتكون مباراة في غاية المتعة، ونراكم بعد المباراة في تحليل لها. بنذكركم رابط البث المباشر للمباراة في صندوق أسفل الفيديو، صندوق الوصف أسفل الفيديو. في النهاية بشكركم على مشاهدتكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.